وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. النهارده بقى فيديو قوي، فيديو من الاخر. يلا كله ينزل يحط لي لايكات، واللي ما اشتركش عندي يشترك كمان في القناة وينورني. النهارده هنعمل ايه؟ مش احنا اللي هنعمل، اختي اللي هتعمل. عرفتوا من اول الفيديو. اختي النهارده قررت تعمل لنا صينية مكرونة بشاميل. اول حاجة طبعا غليت المية زي ما انتوا شفتوا، ونزلت بالمكرونة، وبعد كده بعد ما سلقتها نشلتها من المية ونزلت بالبصل على النار. كل واحد فينا يعني طريقة المكرونة كلها واحد، لكن كل واحد فينا ليه طريقته. وبعد كده نزلت باللحمة كانت متلجة شوية على البصل، وبعد كده نزلت بالطماطم. وهنا بقى كانت هي اصلا بتحب الحراق، فقلت لها لازم اصور كمية الفلفل اللي انت عاملاها دي كلها. نزلت بالفلفل زي ما انتم شايفين كده، وبتبتدي تشوح في الحاجات دي كلها. وحطت كمان ملح وكمون وفلفل. وعايزه اقول لكم بتحط على التعصيجه اللي قدامكم دي، بتحط عليها ايه؟ بتحط عليها ندعه سكر، ندعه سكر زي ما انتم شايفين كده. وعماله تقلب اهيت. بصوا بتحب الحراق جدا جدا، بالذات في الفلفل. هنا بقى حبيت اغلس عليها واقول لها دوقيني كده اللحمه المفرومه بتاعتك. كنت بدوقها بالمعلقه. هنا طبعا بعد ما نشرت اللحمه عملت الحله وراحت نازله ايه بالسمنه. حتى ما حطيتش بالمعلقه، اول ما فتحت لها الكيس راحت دلقه كده ايه بالكيس زي ما انتم شايفين. وكمان بتحط على المكرونه بتاعتها في عمايل البشاميل ندعه زيت زي ما انتم شايفين كده. دي بقى اختي التانية كانت جايبه جلابيه جديده، فدخلت توريها لها، ما صبرتش لحد ما تخلص اكل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نزلت بالدقيق وابتدت تشوحه او تحمره، لان لازم الدقيق يستوي يا جماعه. لازم لما تكونوا بتعملوا الدقيق لازم يستوي. وبعد كده نزلت باللبن. ده بعد تفكير كتير هناكل ايه وهنعمل ايه وهنتغدى ايه وهنسوي ايه، قررنا في الاخر ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا وهنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل. وهنا بقى نزلت بالفلفل والملح. هنا بقى كانت خلصت وهتنزل بالمكرونه اهي زي ما انتوا شايفين كده. بتقلب طبعا كل المكرونه على بعضها. وعايزه اقول لكم كمان بتحط ندعه زيت في الصينيه من تحت. وابتدت هي تعمل المكرونه تنصصها جزء بره وجزء جوه في الصينيه. وابتدت تنزل اللحمه، شكل اللحمه كده يجوع، والله العظيم شكله يجوع. هتستغربوا الكميه الفلفل اللي هي حطها، بس زي ما قلت لكم هي من عشاق الفلفل الحراق. وكمان هي بتحب تحط عليها طماطم كتير، انا لا. فزي ما قلت لكم كل واحد فينا ليه طريقته في عمايل اي اكل ببيته. وهنا كده كانت هتنزل ببقيه المكرونه. خلاص هنا كده. وهنا بقى هتنزل بالبشاميل، اوعى وشك. مش قادرة اقول لكم يا جماعة شكلها هيطلع تحفة وطعمها تحفة ازاي. فعلا فعلا طعمها رائع. والله تسلم ايديكي، تسلم ايديكي، تسلم ايديكي. هنا خلاص كنا خلصنا. بصوا بقى المنظر، طعمها تحفة وشكلها تحفتين. كمان غرفنا جنبها ليمون من اللي انا كنت عاملاه. وحطينا كده الطبيقة فاضية، هي صينية المكرونة بس اللي كنا ناويين نتغدى بيها. الحمد لله على كل حاجة. يعني ما عملناش جنبها اي حاجه خالص، هي بس صينيه المكرونه وطبق المخلل اللي انتوا شفتوه. هنا بقى مشيت معاها ورحت رايحه جايبه شويه زلابيه بالشوكولاته البيضه والشوكولاته السمراء زي ما انتوا شايفين كده. قعدوا كتير يكلموني عن الراجل ده، فقلت لازم اجرب من عنده الزلابيه واشوف طعمها ايه. ورحت جبت زي ما انتوا شايفين كده جزء بالشوكولاته البيضه وجزء بالشوكولاته السمراء. وكان اول مره بصراحه ادوق الزلابيه ام شوكولاته. الفيديو خلص، تنسيش تشتركي عندي. اشوفك الفيديو الجاي.